اسمعي كده الصوت ده خطير يا جماعة. بتنجانتين بس هيطلعوا. اقولك ايه؟ بانيه. اقولك بانيه ده فراخ بانيه جميلة جميلة يعني يعني حاجة كده في الخيال. ما تقوليش ان انا بتنجان ابو 5 جنيه ده خالص، ابو 5 جنيه ولا ب6 جنيه ونص. تحفة يا جماعة. جبنا شوية مية كده، حطيت فيها معلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر صغيرة. تمام. علشان إيه اما نقشر البتنجان ده ونقطعه، هنحطه في المية ديت بحيث ايه نشيل المرارة بتاعت البتنجان كلها، نتخلص منها. انت هتاكلي حبة بتنجان النهاردة بالله؟ يعني البتنجان عادة يعني لو قلتيه بقى وعملت دقة وكلام من ده وجيتي تاكلي منه بالليل بتلاقي صدرك حامي. لا، ده لا. والله يا جماعة اتعشي منه قبل ما تتغدي كمان، يعني بارد خالص. مش تقيل على صدرك. شوفي ونقها كده، تكون البرمة بتاعتها ديت تكون بالعرض مش مدورة وصغيرة. اللي بالعرض دي بتلاقيها طرية ومسكرة. تمام. اما اللي هي بتبقى مدورة كده صغيرة ومدورة بتبقى مرة، واستغفر الله العظيم. تمام. وبتبقى مبزرة كمان. هنقطعها كده، هنقشرها كده اي تقشيرة، وهنقطعها شرايح طولية كده زي ما انت شايفة. تمام. وتعمدي ان انت تقشريه بالطول بالشرايح. يعني اما تيجي تقطعيه شرايح، تقطعي شرايح طوليه كده. ما شايفه بقى المراره؟ كل الميه الغامقه دي المراره اللي في قلب اللي في قلب البتنجان. وشوف بتخلي لون البتنجان عامل ازاي. لا يا جماعه، لازم اي بتنجان لازم تقومي رشه حاطه ملح على في ميه وسكر، وتقومي نقعاه فيه شويه. تمام. هنجيب بوله كده، وهنقوم نازلين فيها بكوبايه دقيق او اقل او ازيد. شوفي كميه بقى البتنجان اللي عندك اعمليها. تمام. الكوبايه دي كانت كوبايه وبس، كده طلعت زياده، يعني ايه اتبقى منها. وهنحط عليها بيضايه. تمام زي ما انت شايفه كده. وهنحط التوابل. طبعا احنا هنعمل خليط سايل وخليط جاف. ده الخليط السايل. كوباية دقيق. دقيق عادي عادي خالص من اللي احنا بنستخدمه. وعليه بضاية، وهنحط التوابل ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا. طبعا لسه هحط التوابل دلوقتي. اه كل ده اللي انا بقولك عليه ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا. تمام. وهنخفي بقى كل الكلام ده بميه. هنخلي الخليط يعني سايل، يعني ايه بس تقيل مش خفيف، لان علشان ايه الطبقه تفضل على البتنجان كده وتعمل كراست كده. يعني اقولك ايه القرمشه اللي انت سمعتها في الاول ديت، يعني اقول لك ايه مش يعني كمان مش الحقيقه، يعني تحسيها في الحقيقه امر من كده كمان. ولا بقى وانت بتاكلها كده ومقرمشه وطعم خطير، ومقرمشه من بره وطريه وبفته بيضه كده، من بفته بيضه كده من جوه، خطيره يا جماعه. لازم تجربوه لازم. هنخف كده بالميه وهنعمل القوام ده. طبعا احنا جبنا ايه الخليط البودر. انا عندي يجي معلقتين كده، اللي هو الكريسبي اللي بتاع اللي عند العطار. طبعا انا فرمها في الكبه لان بيبقى حبيبات كبيره عن كده. وحطيت برضو معلقتين بقسماط على معلقتين دقيق. ما عندكش الكريسبي ده وعندك بقسماط، حط بقسماط على دقيق. تمام. حط بقسماط على دقيق، مش لازم يعني الكريسبي. يعني ايه قلت ما احط ده. تمام. هنحط بقى، هناخد البتنجان هنعصره من الميه دي. كل شريحه هعصرها من الميه، واقوم نازله عليها على الخليط السايل ده. انت هتشوفي دلوقتي. اعملي بقى اعملوا بقى سندوتشات. اعملها مع كشري. اي حاجه اي حاجه. والله اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. حته وصفه للبتنجان. ما عندش هتعملي. وكمان ايه ده، احنا مش دقين بقى فلفل وطم وكلام من ده. يعني هي هاديه خالص. اللي هو ايه، بحس ما تبقاش تقيله على المعده. تمام. لا دي لو هتتعشي منها والله جميله تحفه جدا يا جماعه. هناخد بقى من الخليط السائل نحط في الخليط البودر، وتضغطي كده. شايفه؟ لازم الخليط السائل يبقى يعني مش خفيف خالص. علشان خاطر ايه الخليط البودر لما لما نحطه على الخليط البودر يمسك عليه كده، ويبقى ايه يعمل لنا طبقه حلوه بعد ما يتحمر في الزيت. وعلى فكره ما بيشربش زيت يا جماعه خالص، مش زي اللي بيبقى مثلا ني، معلهوش اي
يعني ما انتش مبدراها الا اللي حطاها في خليط لا سايل ولا بودر وكلام من ده. بتقشر بتحط البتنجان على طول في الزيت، لا مش زيه خالص يا جماعه، والله ما هو شارب زيت خالص خالص. جربي انت كده، جربي كده وقولي لي في التعليقات. بس حلوه قوي يا جماعه، خطيره. انت عيالك اصلا، والله يعني ابني ما كانش بيحب البتنجان، لقيته ايده راحت كده عنده. وانصحك برضو يعني ايه، لما عيالك ما بيحبوش وصفه، ما بيحبوش مثلا بتنجان، حطيه قدامهم بس ما تقولهمش كلهم. يعني ايه، انت اغرفيله، اغرفيله الاكل العادي. لو انت عامله مثلا كشري معاه، اغرفيه كشري وبطاطس وكلام من ده والبيض يعني الاكل بتاعه تمام. لو هو ياكل لوحده، او هو لو احنا هناكل كلنا مع بعض، ما تقولولوش كل بتنجان. وهي العيال بتعاند شويه، انت سيب الطبق قدامه وكلي. الله ده جميل. مش لازم ما تقولولوش كل، لانه هما بيعندوا. هتلاقي ابنك لوحده ايده راحت عليه. تمام. فهو إيه ما شاء الله عيالك هياكلوه، لو مش بيحبوه هيحبوه بالطريقه ديت، علشان كل العيال بتحب الطبقه المقرمشه اللي على اي حاجه ديت، يعني على فراخ، اذا كان بانيه، الطعميه اصلا حتى لو طعميه ولازم هيقول لك اعملها لنا مقرمشه. يعني الحاجات المقرمشات دي بيحبوها قوي. تمام. وديت مقرمشه قرمشه، والله بسم الله ما شاء الله، تحفه يا جماعه، تحفه. طبعا الزيت لازم يبقى غزير كده، اول ما تحطيه يبقى الزيت سخن، مش يبقى بارد، لا اللي يبقى سخن، والنار تكون عاليه. على فكره اما النار بتبقى عاليه على والبتنجان، على البتنجان يعني بيستوى مش مثلا ده انت هتقولي مثلا ده البتنجان بيبقى تخين لازم النار تبقى هاديه عشان يستوي من جوه، لا بالعكس، بالعكس يا جماعه. انت البتنجان حطيها على نار عاليه على طول، هيستوى من بره وياخد لون وقرمشه هيستوى من جوه وياخد لون وقرمشه من بره، تحفه جدا. حتى لو انت عامله بتنجان عادي مش زي ده، على نار عاليه كده بيستوى بسرعه وبيبقى زي العسل. تمام. شايفه بقى شايفه ما شاء الله. عاوزه اقول لك بس انا زي ما انا قلت لك في الاول، وريتك القرمشه بتاعته خطيره خطيره. شايفه الجمال؟ طبق زي ده يستاهل ايه بقى؟ لايك يا جماعه، بالله عليكم اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركه. طبعا سمعتكم الصوت في الاول. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. لو الفيديو عجبكم واستفدتم، اعجاب كده بالفيديو، والاشتراك في القناه لو مش مشتركه، ولو بالفعل مشتركه الاعجاب. شايفه بقى الجمال؟ شايفه الطبق اللي عليه؟ بس شايفه من جوه، واللون الابيض بسم الله ما شاء الله من جوه وطري، وبره القرمشه مقرمش قرمشه. مش قادره اقول لك. جربي وقولي لي في التعليقات. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.